السلام عليكم يعطيكم العافية. اليوم الفيديو شوية 16 دقيقة، يعني ما يقارب 17 دقيقة معاكم. بس بدي أوريكم حصادي للبذور والشتلات اللي زرعتها. حاجة حلوة للي بيحب يزرع أو للي بيحب هيك يشوف أنا كيف بأجني الثمار اللي زرعتها. يتفضل معايا بالفيديو، وإن شاء الله بتكون مشاهدة خفيفة أو حلوة لإلكم. تعالوا نحصد أول إشي الحاملة الملانة وباقي الشتلات مع بعض. بشوف العرق وبضغط على الحب، لو الحبة مبينة إنها قاسية في قلبها بيكون خلاص، يعني آن أوانها إنها تنقطف. يعني زي هذا بنشيل الشد، مش زي السبانخ ولا الجرجير، لا هاي بتنقلع قلع هيك. ما شاء الله، اللي بيزرع بياكل واللي بيربي بياكل. الحاملة الملانة بنحبها كتير. وهي هذه صارت هيك على صفار إنه خلص. حبات الحمص، هذا دا أوريكم. شايفين كيف؟ إن شاء الله دا أوريكم بس عشان سقيتها نايمة الشتلة. هذا الفجل زرعته، هاي ما شاء الله تعده بس يشرب بصحصح وبتقف الشتلة لحالها. هاي حصاد الحاملة الملانة، شايفين تبارك الرحمن. بس في بيكون عليها نوار، لكن خلص يعني صارت حابكة. وأي شي سبحان الله بنزرعه بضل 6 شهور لما تقط فيه وينضج. أنا هذه اكتشفتها لما جربت الزراعة. أي حاجة بنزرعها تقعد 6 شهور ما بين نموها، ما بين الحب ما يطلع، ما بين ما ينضج. 6 شهور بالنسبة للشتل أما بالنسبة للشجر والله ما حسبتش. يعني أنا عندي هنا شجر الليمون، هاي نواره عشان ربيع، هاي نواره ما شاء الله. ما حسبتش إذا بقعد الحب ما بين النوار لغاية النضوج 6 شهور أو لا. أنا بس اكتشفت إنه أي نوع شتل بنزرعه بضل 6 شهور لما ينضج وناكله. يعني القرع، اليقطيني، الليف، البندورة، الخيار بضلوا 6 شهور. بينما الليمون عشان أنا عندي شجر ليمون ما مش عارفة بتقعد، ما يعني هيها زخرت من لغاية ما يعقد الحب زي هيك وتنضج ونقطفها وناكلها نستخدمها. ما حسبتش إذا بتقعد 6 شهور زيها زي باقي الشتل أو لا. سبحانك يا رب العالمين. شايفين شجر الليمون بيستقبل الربيع بريعان وخضار وما شاء الله. يعني الورقة زي اللي تقولي مكوية كوي من ريعانها وبهجتها واستقبالها لفصل الربيع. يا رب يا رب ربيع بلادي يضلوا يا رب مزهر بشبابه وبقوته وبتفاؤله للحياة يا رب يا رب. صبحنا على أخبار والحمد لله رب العالمين في ميزان حسناتنا. اللي بيحضر الأخبار بيعرف ما بدنا نفسر أكتر من هيك كلام. المهم هاي حديقة بيتي هي اللي بتعطيني طاقة للأمانة، تعطيني هيك تفاؤل وازدهار
إنه الواحد يستمر ويتفائل. تعالوا نشوف الجرجير. هاي جرجيراتي، شايفين صلاة النبي. هياتهم لسه أنا كنت زرعاهم قبل يعني رمضان بأسبوع، فبما إنه هيك طلع شوية منه ولسه ما طلع كتير، بس إنه يعني طلع بدي أحاول أخذ منه عشان المرة الجاي لما يطلع تطلع الورقة أكبر ومفتحة أكتر. يعني أول قطفة هيك بتكون ناعمة، تاني قطفة بتكون خشنة، ويعني زي ما بنشتري هيك بتكون صغيرة. هاي أول قطفة، فبدي أقطفها هذه عشان أساعد الشتلة تطلع أكتر بشكل جيد أكتر. يعني أول قطفة هيك بتكون سبحان الله. أنا صرت خبرة في الزراعة عشان صرت أزرع يعني في بيتي، صرت أفهم. هاي شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي بيزرع بياكل، والزراعة حياة. أنا بس بدي أحاول أخذ من الأماكن اللي طالعة نسبة طول مناسب عشان أساعدها المرة الجاية بإذن الله تطلع وتتفتح وتكون ريعان أكتر. هاي جرجيرات البيت ما شاء الله تبارك الرحمن. لو في يعني زراعة أكتر بالأسواق متوفرة والله ما قصرنا، كان جبنا وزرعنا، بس كل إشي محدود وكل إشي ما في منه، واللي موجود بكون بذور سعرها مرتفع، والله يكون بالعون. هاي الجرجيرات هيك بدي أكتفي، والمرة الجاية إن شاء الله بكون طالع أكتر ومرعرع أكتر. تعالوا نشوف البقدونس. وهاي البقدونس ما شاء الله، سعيدة كتير إنهم نجحوا معايا. بستخدم منهم قد استطاعتي الأكلات، يعني أنا بدي أخذها قد ما أستخدم بالسلطة. سعيدة فيهم كتير. برضو البقدونس زي الجرجير حش، بينما الحاملة قطف، لأنه موسمها مرة واحدة الحاملة. بينما الجرجير والبقدونس والسلق والسبانخ بنقطف بهذا الشكل. هيك بدي استكفي على قد استخدامي للسلطة. يلا نشوف الجرادة. هاي الجرادة زرعتها أنا بأحواض متفرقة، ولكن ملاحقة عليها كتير بستخدمها، لكن والحمد لله كل ما بقص منها بيطلع بدالها، بس يعني ملاحقة عليها أول بأول ما شاء الله. هذا لو بدنا نتركه بيطلع حب البذور الجرادة، بس أنا بدي أستخدم العشبة. ويلا نشوف الفلفل سوا. هاي شتلات الفلفل، وهاي الشطة. هاي فلفل عادي، هي منور، هنا هيها منورة هذه، هيها. واللي بيطلع كمان بستخدمه، انتوا عارفين اكتفاء ذاته. هياته لسه بينور كمان، الله يوضع البركة يا رب. ويلا نشوف الطماطم البندورة. هاي شتلة بندورة لسه ما نورت، وهي كمان شتلة. تعال نشوف اللي عليه حبات. هاي شتلة ما شاء الله مخبية خيراتها هين، شايفين ما شاء الله حبتين من البندورة، ولسه إن شاء الله بتنور يعني كمان. تعال نشوف شتلة تانية. هاي شتلة تانية، شايفين ما شاء الله. أنا رابطاها بحبل علشان بتكون يعني حبات مرتاحة. وهي كمان شتلة عليها ما شاء الله حبات كمان بدي أرفعها.
شايفين ما شاء الله حباتها تبارك الرحمن. برفعها هلقيتها بحبل. وهاي كمان شتلة، اللهم صل على سيدنا محمد. عليها حبة كبيرة وحلوة كمان. هاي بدي ارفعها. هاي انا ربطاها كمان بحبل، بس لسه في مرحلة التزهير، يعني كلها مزهرة ما عقدت لسه حبات. شايفين كيف الزراعة؟ زراعة حياة، زراعة اكتفاء، الزراعة حاجة حلوة في البيت. اللي بيزرع بياكل، واللي بربي طير بياكل. هذول كانوا أجدادنا يحكوا هذا الكلام. لو في عشبة زاحمة معاهم بشيلها. في هذول شتلات فلفل على ما قلبتهم أو خلبتهم. هاي ما شاء الله. وهاي شتلة كبيرة تبارك الرحمن وكلها نوار. شايفين النوار؟ يعني إن شاء الله بنحصد بإذن الله حصاد حلو من البندورة. وهي هذا فلفل، وهذا القرع اللي زرعته وهياته طلع كذا حوض. وهي كمان حوض قرع، بس ورق التين بنزل ساقط عليه يعني. شايفين ما شاء الله، ربنا يوضع البركة. هذا الحوض الثاني اللي حكيت لكم عنه من عين الجرادة أو الشبت يعني. أنا زرعته بمكان متفرق وملحقة عليه، يعني باخد منه للسلطات وللحشوات. يعني العين الجرادة مفيدة وزاكية. هاي شايفين هذا حوض وهنا حوض، الحمد لله مكتفية، والله يوضع البركة. وهاي كمان حوض. نشوف كمان حوض القرع، بس تو زقيته، هذا جاي عليه شوية من الطينة. المهم ناجح وطالع، وإن شاء الله بيطلع حبات وربنا يوضع البركة. وهذه هيك كانت حديقتي والزراعات اللي زرعتها، الفلفل والبندورة، وقطفت وجنيت الحاملة الملانة والشبت والبقدونس والجرجير. الحمد لله على النعم، كله نعمة وخير من رب العالمين. والحاملة لسه فيها، مش كلها يعني قطفتها. بنوتي يعني بتحب الحاملة المليانة. لما تيجي إن شاء الله علي زيارة بكون هذا بجيتها إن شاء الله بالسلامة يا رب. بكون هذا بجيتها كله صار جاهز للأكل. والخبيزة طبعا اللي بنعملها فطير وأكلات زاكية، ربنا يديم يا رب خيراته. وطبعا الفول امبارح قطفت منه، طبخت كمان مرة طبخة نفس الطريقة اللي وريتكم إياها على القناة، كتير كانت مشهية. ولسه ما شاء الله هياته لسه يعني فيه ما شاء الله كتير من حبات بتطلق، وحبات يعني كقرون كبيرة. وهي ما شاء الله هذا القطف مليان، وهذا مليان، وهذا مليان. كنت بتمنى لو أمي قريبة مني وأقطف لها وتطبخ وتاكل، بتحب الفول كتير هياته. الحمد لله على كل حال. تعال نشوف شتلات الفلفل الكبيرة هاي اللي طلعت، بس لساتها يعني هيها. وهنا أنا زرعت اليقطيني، مش القرع، اليقطيني. احنا نسميه مرات رقابي. هذا فلفل وهذا يقطيني، عشان هو بتسلق. زرعته هنا ويطلع على العرشية فوق هيك. وهاي شتلة فلفل، يعني الحمد لله متسلية في هالحوش وبزرع، ونعمة كريم من الله. هنا الخبيزة اللي طلعت لحالها، مجرد ما نكشت الأرض وهي بدأت تتزهر، يعني بدها تعمل حبات. إن شاء الله لما تعمل حبات بدي أخدهم وأحاول أزرعهم. أنا ولا مرة زرعتها زراعة، بس مجرد إني نكشت الأرض ورويتها طلعت لحالها، وما شاء الله بقطف. وهي الفلفل في قلبها محطوط وناجح. هذا السلق عفوا، هي بدأ يعمل بذور، وأنا بدي البذور تطلع زي هيك عشان أرجع وأزرعه كمان مرة. يعني خليت كم من عرنوسة يعرنس عشان أخذ حبوبه. وهذا اللي بقطفه لما بدي أعمل أكلات معاكم. الحمد لله على نعم. هاي الفلفل كمان هذا خلبته نقلته كل واحد في حوضه، بس قلة المية طبعا بتعرقل شوية
هذا الحوض نكشته وننزل إن شاء الله فيه ملوخية بإذن الله. وبس هيك كانت محتوى الحديقة. وإيش جنيت أو حصدت معاكم جرجيراتي، أحواض يعني صغيرة وبسيطة، وليمونات إن شاء الله بيطلعوا. وهاي هي السلة اللي حصدتها الحاملة الملانة، والجرجير أول قطفة، والبقدونس والشبت ونعمة كريم. البندورة بدي أربطها بحبال عشان تاخد راحتها لما الحبة تنضج والشمس تدخل فيها. هيك ربطت البندورة، رفعتها، وهي هذه رفعتهم، شايفين كيف الحبال رفعتهم عن الأرض. هيك الحبات الشمس بتدخل لهم والهواء بدخل لهم، إن شاء الله بيكونوا بصحة أكتر وبيحمروا يعني وبصيروا جودتهم أحسن. رفعتهم هيك شايفين هيك تمام. وهاي كمان، بس البندورة أنواع مش كل البذور واحد، سبحان الله. يعني هذيك قصيرة وبتنتج كتير، هاي طويلة ولساتها بتنور، هي مش كلها نوع واحد. ما تنسوني من صالح دعواتكم، تتفاعلوا أكتر وأكتر بالقناة، وادعوا لنا ربنا يا رب ما يعيد الأيام اللي فاتت، لأنه القلب مش متحمل والله، وربنا يصبرنا ويكون بالعون، والحمد والشكر لله تعالى. شكرا لكم ولدعواتكم الحلوة، وكمان مرة ما تنسونا من صالح دعواتكم. وازرعوا، الزراعة حياة، واللي بيزرع بياكل، وربنا يديم علينا وعليكم نعم.